بحر الشمال فصل بينهم، وجمعتهم ألمانيا في السجن لدونا بارك. معركة الطواحين والأسود الثلاثة بدأت. من سينجو ليواجه الماتادور؟ من سيكون الثور الذي سيدخل الحلبة النهائية؟ هولندا تمرست في البطولة وبرهنت على علو كعبها، وصارت بثبات وإقناع حتى بدت كالسهم الموجه نحو هدفه بلا تردد ولا ارتياب. هم يتفاءلون بألمانيا لأن لقبهم الوحيد كان في ميونخ. أما إنجلترا رغم كبار الأسماء إلا أنها تعيسة، نجت من الإقصاء بصعوبة في كل المباريات السابقة. هل هو نحس هاري كين أم أنها لعنة العقود الماضية التي لا زالت تطارد إنجلترا؟ المنتخبان وجهان لعملة واحدة، عملة النحس وضياع الألقاب. ولكن واتكنز قبل دخوله ارتدى قلادة طردت كل النحس وسجل هدفا كان قاتلا. ألم أقل لكم يا هولندا أن تدعوا كي تكون ريحكم رقيقة كالنسيم لا عاصفة نكباء؟ الريح كانت عاصفة والطواحين لم تتحمل فانكسرت. إنجلترا ثور هائج سيلاقي مصارعه، فمن سينجو في النهاية؟ إلى اللقاء.